طيب، بمناسبة اللي بيحصل في غزة افتكرت حاجة كنت سمعتها زمان من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. طبعا كلنا عارفين ان في القرآن الكريم مذكور ان ربنا سبحانه وتعالى حكم على اليهود بالشتات في الأرض. فهم طبعا كانوا متواجدين في كل بلد مجموعة حبة صغيرين منغلقين على نفسهم عاملين حارة يهود وقاعدين ومش عارف ايه. بس برضه مكتوب عندنا في القرآن، مذكور عندنا في القرآن ان احنا هنحاربهم. طب احنا هنحاربهم ازاي لما هم متفرقين في العالم كله، كل مجموعة في حتة؟ هنروح بقى نحاربهم كل مجموعة في حتة كده ونقعد ندور عليهم ونلف عليهم العالم كله يعني؟ لا طبعا. فعشان كده هم بيتجمعوا وبياخدوا أرض فلسطين حتة ورا حتة ورا حتة علشان يلموا بعضهم ويلموا الباقيين المتجمعين في كل حتة في العالم. هم بيتجمعوا عشان احنا لما نحاربهم يكونوا كلهم في مكان واحد. فما تتضايقوش، ما تتضايقوش ان هما بيتوغلوا اكتر واكتر في فلسطين. ما تتضايقوش ان هما بياخدوا بيوت الفلسطينيين. ما تتضايقوش ان هما بياخدوا اراضي الفلسطينيين. ما تتضايقوش ان هما بياخدوا قرى ومدن الفلسطينيين. بالعكس، خليكم واثقين ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى علشان يتجمعوا، علشان كلهم يبقوا في مكان واحد، عشان لما تقوم الحرب ما نقعدش نلف عليهم كتير. فما تتضايقوش وما تقلقوش، ده وعد الله، وعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إن هيجي يوم وهتقوم الحرب وهيخلصوا، هينتهوا. تمام، هينتهوا بالكامل. خلي بالكم، لو دورتوا على اليوتيوب أو على النت هتلاقوا إن اليهود بيزرعوا الشجرة اللي هيستخبوا وراها. يعني هم فاهمين وعارفين كويس قوي إن الحرب دي جاية، عارفين كويس قوي إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم هيستخبوا ورا الشجر، فالشجر هينادي علينا ويقول لنا تعالوا في واحد ورانا. فاهمين ده كويس وعارفينه، عشان كده بيزرعوا الشجرة اللي هيستخبوا وراها. فما تتضايقوش، اوعوا تتضايقوا، وعد ربنا سبحانه وتعالى جاي. اللي بيحصل ده هو وعد ربنا. اللي بيحصل ده عشان يتجمعوا أكتر وأكتر وأكتر ويلموا بعضهم أكتر وأكتر علشان الحرب اللي جاي. ما تتضايقوش.